لهم البرلمان الأوروبي أدان الجزائر، كانوا يدينوا إسرائيل اللي راها تقتل في الفلسطينيين، ناس مجردين أبرياء، يوميا الموت. والاتحاد الأوروبي تحرك ولو بكلمة. المغرب يجمع دول الغرب على أراضيه، وبعد أن وصلت إسرائيل إلى الحدود الجزائرية بوتين يستدعي تبون على الفور. تعال يا صديقي، فلدينا أمور هامة لمناقشتها. مناورات عسكرية عنيفة في إفريقيا تحرك المياه الراكدة وتشعل الأجواء. المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، نعم إسرائيل، مع مجموعة من دول الغرب يتحضرون للحرب. وأين؟ بالقرب من الجزائر. فما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي في المغرب وعلى حدوده مع الجزائر؟ إليكم الإجابة. إسرائيل والأسد الإفريقي. هي المرة الأولى في تاريخه الكيان الإسرائيلي يتدرب على الأراضي المغربية. يا لغرابة الموقف، أعداء الأمس أصدقاء اليوم ويتدربون معا، أو هكذا يقوله الواقع. لتشرح المناورات ما تبقى من التفاصيل. أضخم مناورات عسكرية في القارة السمراء أقيمت بالمغرب، البلد العربي الذي ينظم هذه المناورات مع الولايات المتحدة سنويا